هاجر سارة. طبعا الموضوع انتشر، كله بيتكلم عليه. الاول حابب يعني ربنا يعافيها ويشفيها، وان شاء الله ترجع تشوف تاني وتفتح، وربنا يا رب يعفو عنها ويجعل اللي حصل لها ده في ميزان حسناتها. دي اول نقطة. تاني نقطة، عايز انبه على كام حاجة كده للأسف ان محدش اتكلم فيها، ودي اساس الكارثة اللي حصلت للبنت دي، ربنا يعفو عنها. ايه هي يا جماعة؟ الدكاترة بيقولوا ايه؟ الوقاية خير من العلاج. بمعنى ايه؟ لو احنا جينا للأساس، البنت دي مخطوبة، هل ينفع ان البنت دي تخرج مع خطيبها بالليل لوحدهم؟ لا طبعا ما ينفعش. هي خارجة معاه بالليل وراجعين بالليل، قاعدين في العربية لوحدهم في خلوة، هل ده حرام ولا حلال؟ طبعا المسألة فيها إجماع حرام. وهنا عايز ألوم على أبوها وأمها، المفروض إن هم عارفين إن الكلام ده غلط. لو من الأساس ما طلعتش هي مع خطيبها في الوقت ده، وعارفين إن هو ما ينفعش يخرج معاها، وما ينفعش يقعد مع يقعدوا مع بعض لوحدهم، ما كانش حصل حاجة. فهنا في ذنب واقع على أبوها وأمها. ليه؟ هما من البداية اللي قصروا، ما كانش ينفع يخرجوا مع بعض لوحدهم. وهنا عايزين نتعلم، لما يجي حد يخطب بنتنا لازم نشرط عليه مفيش حاجة اسمها خروج مع بعض. ليه؟ انت مثلا انا خطبت، عايز اخرج مع خطيبتي ليه؟ انا شاب وهي شابة، عايزين نعيش قصة حب، وهيبقى في مخالفات كلنا عارفينها. فكل ده حرام يا جماعة، ربنا مش هيبارك. ما هو المعلم نتعلم عشان خاطر ربنا يعافينا، ما يحصلش معانا احنا او مع بناتنا او مع ولادنا موضوع زي ده. وفي كوارث مش شرط بقى اللي اتضرب عليهم، لا، في كوارث تانية اكبر بتحصل بين الولد والبنت في فترة الخطوبة، وكلنا بنشوفه وبيحصل قدام مننا. فلما يجي حد يتقدم لبنت يخطبها، نشرط عليه فترة الخطوبة مفيش خروجات، مفيش مبالغة في الكلام في التليفون، كل دي مخالفات. نفهم الحرام والحلال في الخطوبة ونعمله موقف خطيبها. البنات تتعلم ان فترة الخطوبة بقى قصص الحب والحب اللي بيحصل والكلام والأوهام، كل ده يا جماعة أوهام، كل ده أوهام. خطيبها كان خارج معاها وقاعدين على البحر أو مثلا قاعدين مع بعض، أكيد بيقول لها كلام حب، انت الدنيا كلها وانا ما اقدرش اعيش من غيرك، وانا لا، كل ده كلام عشان خاطر هو في الاساس اللي جامع الولد والبنت شهوة، اللي جامعهم شهوة. كلام الحب والكلام ده كله احنا بنزينه العلاقة. بعد الجواز احلامي براحتك، لكن فترة الخطوبة لا. البنات بتدي امان للشباب مبالغ فيه. نفهم ان الشاب اللي بيخطب سنتين وتلاتة، لا، بيحدد الفترة الطويلة دي، مش هيقعد كده، لا، عايز يبسط نفسه. والناس كلها فاهمة ايه اللي بيحصل بين واحد وخطيبته، بيخرجوا مع بعض. فعشان خاطر ما يقعش عليكي ضرر، لازم تفهمي ايه اللي بيحصل في الخطوبة وايه اللي ما يحصلش. ويا ريت ما نبالغش بقى في قصة الحب والأوهام اللي البنات بتعيش فيها دي. خليكي إنسانة واقعية عليكي. اللي يحب حد بيخاف عليه، لو خطيبك بيخاف عليكي مش هيخليكي تعملي حاجة حرام. واهو ايه اللي حصل؟ سابك ومشي. هل ده كان اسمه حب؟ طبعا لا. فهو طبعا
ربنا يصلح حاله. انا شايفه لا، اي حد مكانه هيعمل كده. الغلط من الاساس في القصة دي عند ابو البنت وام البنت، هما اللي ما حافظوش عليها. السلام عليكم.